الاي اي مش جاي يهددك، الاي اي جاي يستبدلك. لو فاكر ان وظيفتك في امان عشان بتعرف تكتب كود او بتعمل ديزاين حلو، احب اقول لك الصدمه دي ان الاي اي ما بيجيلوش نوم ولا بيطلب زياده في المرتب، وبقاله كام سنه بياكل كراسي ناس جامده في السوق. السوق ما بيرحمش يا صاحبي. لو فاكر ان الشركات بتدور على اللي بيخلص لها الشغل عشان يعمل شغل تقليدي كده وياخد فيه وقت، لا، الشركات بتدور على اللي بيخلص لها الشغل في ثواني. الديزاينر اللي كان بياخد اسبوع في اللوجو دلوقتي بيحط عليه اي وطلعه له في دقيقه، هو بس بيحط التاتش بتاعه. الشاطر مش اللي بيعاند التكنولوجيا، الشاطر هو اللي بيسوقها. من الاخر كده، الاي اي مش جاي ياخد مكانك، بس الشخص اللي بيعرف يشتغل على الاي اي هو اللي هيقعدك في البيت. لو عايز تعرف تسبقه ازاي، كمل معايا الفيديو. سيبك من الناس اللي بتقول لك الاي اي هيموتنا. تعال اقول لك على الدخل التاني اللي ممكن تفتحه لنفسك. 3 ادوات مجانيه محدش هيقول لك عليهم في كورسات. بص يا سيدي، في ناس دلوقتي بتعمل آلاف الدولارات من خدمة اسمها AI Automation. بيروحوا للشركات الصغيرة بيقولوا لهم بدل ما تعينوا 3 خدمة عملاء، احنا ممكن نعمل لكم ابلكيشن بيرد على العملاء وانت تبيع السيستم ده بمبلغ وقدره. انت هنا مش مجرد فريلانسر، انت هنا حلال للمشاكل. الحركة دي محتاجة دماغ شغالة، مش بس شهادة أكاديمية. تعرف ايه الحاجة الوحيدة اللي AI مستحيل يقلدها؟ البراند بتاعك، هويتك. الناس بتثق في مين؟ الاي اي ممكن يكتب كود، ممكن يكتب مقالة، بس مستحيل يبني علاقة بينه وبين الزبون. لما تنزل السوق باسمك وتبني محتوى الناس شطارتك وطريقتك في الشغل، انت كده بتعمل حصانة لنفسك. العميل مش بيشتري خدمة، العميل بيشتريك انت. استثمر في البراند بتاعك انت، نزل شغلك على لينكد ان والسوشيال ميديا واعمل هوية خاصة بيك انت. وري الناس شغلك وشطارتك. الخلاصة، ما تخافش من المستقبل، تمكن منه. سيب لي كومنت باي اي وابعت لك كل الادوات اللي هتحتاجها.